السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في الجزء الأول شفنا كيفاش حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه دخل الإسلام، وكيفاش ولا قوة كبيرة في صفوف المسلمين. دابا غادي ندخلوا للمرحلة اللي فيها كتب التاريخ باش تذكروا اسمه بالدم، مرحلة الجهاد بدر وأحد. من بعد الهجرة للمدينة جاء الوقت تاع المواجهة الحقيقية بين الحق والباطل. غزوة بدر للمسلمين كانوا قلال، والمشركين تاهما كانوا قلال، ولكن الإيمان كان قوي. في هذه الغزوة حمزة كان في الصفوف الأولى، حطوا لي واحد الريشة في صدره باش يعرفوه، وكان كيتحرك وسط المعركة بحال شي أسد. واجه كبار رجال قريش، منهم شيبة بن ربيعة، وشارك في المدابزة اللي قلب الموازين ديال المعركة. كل ضربة من حمزة كانت كطيح شي واحد. أعداء الإسلام الصحابة كانوا كيشوفوه كيقولوا كل ما كان حمزة واقف معانا كل ما عندنا باش نخافوا. غزوة بدر كانت نصر عظيم، وحمزة خرج منها بطل بلا منازع. الهزيمة تاع بدر ما بغاش تدوز على قريش. الكبار تاعهم تقتلوا، وولاتهم طاحوا، بداو كيحقدوا. هند بن عتبة اللي تقتل باها وخوها في بدر قررت تنتقم، وما لقاتش هدف اكبر من حمزة. مشات عند وحشي بن حرب، عبد حبشي ما عنده مع الرومات والرمح، وقالت له الا قتلتي لي حمزة غادي نعتقك. من هنا بدات التخطيط لواحده من اخطر الاحداث اللي في التاريخ تاع الاسلام. جا نهار الغزوه، النبي صلى الله عليه وسلم حط الرومات فوق جبل ويقول لهم ما تنزلوش، واخا وقع اللي وقع. في البدايه المسلمين كانوا منتصرين، وحمزه كان كيقاتل بشجاعه، كان كيهجم يضرب يرجع، ما كيستسلمش واخا يوقع اللي وقع. وحشي كان ما كيقلبش على معركة، وكان كيقلب على اللحظة الوحيدة وسط ديك الفوضى كاملة ديال المعركة. وحشي كان مخبي كيراقب كيتسنى، وشاف حمزة هو يرمي داك الرمح تاعو من بعيد، والرمح دخل في جسد حمزة رضي الله عنه، وقع أسد الله على الأرض. استشهد واحد من أعظم رجال الإسلام. ما ماتش هو هرب، مات هو كيقاتل كيحمي كيضحي براسو. من بعد المعركة النبي صلى الله عليه وسلم قلب على حمزة، ملي شاف الجسد ديالو تقلق بزاف، بكى عليه وقال شي كلمات مؤثرة بزاف، وسماه سيد الشهداء. ودابا أسد الله ورسوله وسيد الشهداء. قالوا الصحابة ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم تقلق على شي واحد قد هاد التقليق من غير حمزة. حمزة رضي الله عنه علم أن القوة خصها تكون مع الحق، وأن الإيمان كيحول الإنسان من بطل قبيلة إلى بطل أمة، وأن الشهادة أعلى درجة يوصل لها المؤمن. قصة حمزة ماشي غير قصة، ولكن هي قصة رجولة، تضحية، وإخلاص لله سبحانه وتعالى. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مات جسدا، ولكن عاش خالدا في التاريخ، أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء. إلا بغيتو تشوفوا شي قصص آخرين، قصص أنبياء، صحابة، معارك، ديروا لينا شي متابعة باش تشوفوا الفيديوهات الجايين. دعمونا بشي لايك، متنساوش تكتبوا شي حاجة في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.